المشكل اللي كان عندي انا سائق مهني مع الاخوان، عندي كنتصرف على الاخ ديالي اللي عنده القصور الكلوي الحاد المزمن، عنده هشاشه عظام، عنده مرض النقرس، عنده مرض الضغط الدموي اللي كيوصل لينا في الشهر ل 12000 درهم، زائد الوالده ديالي حتى هي مريضه. وكنت كنت ضحيه ديال نصب واحتيال ديال واحد الشهاده طبيه اللي مشبوهه. جا واحد السيد وتقاس معايا بالموطور وما عنده حتى حاجه، ومشيت معاه حتى للسبيطار وخدينا ليه الدواء ودوزنا ليه وبتصريح ديال الطبيب بانه في صحه جيده تامه. ومشى عيط لواحد السيد اللي هو ضابط في الشرطه كيجي ينسيبو، هو اللي دخل لي عند الطبيب وخدا ليه شهاده طبيه فيها 45 يوم، وتسحبت لي الرخصه لمده 7 ديال الشهور و11 يوم. 7 ديال الشهور و11 يوم بلا مدخول، بلا اللي يعطيك واللي اللي غير كيقلعوك. لهذه المسائل هذه لهذه الوقفه اللي حنا كنداروا مع دركا كندوا بهذه المساله، لا ريتما تحسن شويه الوضعيه. وغير المساله ديال الرخصه ما خاصهاش تسحب للسيد. طرات الحادثه هي نتبع القانون، وكاينه المسطره والمسطره اللي عن طريق الاحتيال. ملي كيجيب شهاده طبيه ما فيها السيد صحيح واقف على رجليه معاك امام السيد نائب الوكيل المالي والشهاده فيها 45 يوم راه عيب، وتسحبت لي الرخصه لمده 7 ديال الشهور و11 يوم ما تندخلش فيها درهم، هي الاخرى ما تندخلش فيها. وهذه معاناه راه ماشي لي انا، راه جميع السائقين تيعانيوا من هذه المساله ديال الشواهد المشبوهه، ولا هذه المساله ديال السحب، خاصه السحب راه خاص المدونه تعيد النظر في هذه المساله. القضيه المشكل ديال رخص الثقه، يعني دابا صدرت 1400 رخصه دفعه واحده، وكاين 3275 رخصه سابقه، والاقليم ما كيتزاوجش 270 رخصه طاكسي. يعني المجموع ديال العدد ديال السائقين كاين 5700 سائق على 270 سياره. هاد الناس هادو هذه 1400 ورخصة الثقة فيها ناس عندهم سوابق عدلية خطيرة. ويعني هذا الشيء من هذا المنظر هذا كنقول بانه السيد الباشا اللي تعمد على هذا الشيء وداز الرخص برشوه فلوس ماشي، وكاين دليل. يعني هذا الشيء الا كان سميتو خاصنا واحد التقنين. كاينين الناس اللي راهم تشردوا ولادهم، مثلا كارين عنده 5 الاولاد دابا جالس دابا 3 شهور 4 شهور ما خدامش، راه محالو تشرد مقابل باش واحد يبني المستقبل ديالو شد فيها الملايين وشرد عائلات. واش هذه هنا كاين شي حاسب او راقب، ولا هذه البلاد راه عشوائيه؟ وبغي نضيف واحد القضيه ثاني بهذا السيد الوزير اللي خرج بهذه المدونه هذه، بغا يقارننا مع السويد. نشوفوا الطرق ديال السويد ونشوفوا الحقوق اللي كاينه في السويد، والسائق اللي في السويد شحال كيخدم 100 درهم في الساعه. هنا السائق كيخدم 100 درهم في 24 ساعه، يعني مريسكي بحياته. هذا السيد اللي نعرفوا عنده شفافيه ونزاهه وروح المواطنه وباغي يقنن، ينزل الارض، ماشي يمشي في الطياره سميتو عليه الكارد كور وينزل بواحد سميتو واحد المدونه ما صالحاش نحن في المغرب. ينزل الارض نعرفوا عنده شفافيه ونزاهه وكيحب الوطن، يتلاح في سيارته هو ويسوق، ويعرف المرونه اللي كيذوق السائق، وماشي غير السائق، كاع سائق السيارات كيفاش كيذوقوا. كاينين نصب من طرف دراجات هوائيه، دراجات ناريه، عربات مجروره. الانسان اين فوا كتفراني عليه كيضرب في السياره وكيطيح. السيد واقف ما عنده والو، كيقول لك ضربه طوموبيل وهو ما عنده والو. كيمشي للمستشفى الاقليمي كيدور مع الطبيب كيجيب شهاده فيها 45 يوم. راه اللهم ان هذا منكر. صافي دابا شهر شي تقريبا مده شهر دابا كانت وقعت لي واحد الحادثه نقدروا نقولوا شي وهميه، يعني مول الموطور ما وقع له والو. يعني داتو سياره الاسعاف في المستشفى، ما دوش في قاعه المستعجله تقريبا، على ما قالوا لي الناس اللي كنعرف تما خدامين 5 دقائق. خرج من تما كيقمي في كارو، مشى صاب الديباناج باقي هز الموتور، خدا الموتور ديالو ومشى. الغد الصباح جا عند الطبيب عطاه 45 يوم. دابا تقريبا شهر تقريبا و10 ايام، يعني ما خدامش، مسحوبه لي الرخصه، ابلي 3 اطفال كي غادي تكون مع الدراري. هذا هو المشكل، وماشي غير انا، راه بزاف ديال السائقين كيعانيوا من نفس المشكل. كاين اللي مشى بحالو، شحال من مره كاين اللي مشات بحال، كاين اللي مشات له المراه، كاين اللي مراته وجدت حوايجها ومشات بحالها. يعني بالنسبه في نظري انا المهني ما خصش يسحب له الرخصه. كيتحسب
يعني المهني ما خصش تسحب له رخصه لان هي مصدر العيش ديالو. مصدر العيش ديالو كيتسحب ليش ما ايوا هذا هو المهني يعيش. كنت كنتمناو من المسؤولين يشوفوا في هذه النقطه، لان بالنسبه للمهني ان المصدر العيش ديالو هي رخصه السياقه ما خصهاش تسحب ليه. هذا هو اللي كاين. راه ضرينا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اش بقى لنا نطلبوا؟ قال لنا نمدوا يدينا ما قادينش، راه نيفو باك ديبلوم ديال الانفورماتيك. ونقول لك هنا الناس راه الاغلبيه عندهم لا ليسونس، راه هاد سياره الاجره مابقاش عشوائي، يعني اللي ما عنده دون مستوى، راه الناس قاري، الا ديت كنا شحال من واحد غتصيبو قاري. زائد يعني هاد المشاكل اللي كنعانيو منها على اثر الشواهد الطبيه، وها هو حد دليل خير دليل غيجي يتكلم معاك. يعني على اثر الشواهد الطبيه وعلى الكثره ديال رخص الثقه اللي تعطات، كل من هب ودب شد بيرمي. يعني وانا مشينا درنا لقاءات مع الاخوان ديال النقابه، داروا لقاءات مع العامل مع المسؤولين وهذه، وطالبناهم باش يحيدوا الناس ديال التقاعد. انسان عنده واحد المبلغ ديال 5000 درهم وبنته موظفه وعنده الدار وكيجي يضايق الناس اللي ما عندهم والو، يعني ما عرفتش انا هاد السلطات اشنو الهدف ديالها. يعني تخدم معنا، بغات تخدم معنا مرحبا، ما بغاتش حتى حنا غادي نديرو جمع معطلين، حتى حنا غادي نخرجوا الشوارع ونباتوا فيها. هادشي اللي بان لينا، والاغلبيه ديال الناس مضرورين. وخير نموذج انا نعطيك اخر حال